تعال اقول لك على اهم احداث الناس بتتكلم عنها النهارده. حددت النهارده رسمي وفهمي ونظمي الاسعار الجديده للموبايل والانترنت دخلت حيز التنفيذ من بعد الساعه 12 بالليل. كروت الشحن وباقات احسن ناس اتغيرت والزياده وصلت ل 4 جنيه في بعض الفئات. اما باقات الفري ماكس فالحكايه كبرت يا معلم، والزياده بدات من 7 جنيه ووصلت ل 45 جنيه حسب حجم باقتك. واللي شايل هم الانترنت المنزلي بقى فالارقام الجديده اتطبقت، وال 140 جيجا رسميا بقت ب 287 جنيه شامله الضريبه. ولو استهلاكك عالي وباقه ال 250 جيجا هي اللي بتسندك فجهز نفسك لان سعرها الجديد كسر حاجز ال 490 جنيه. الزيادات دي شملت كل الشركات، فودافون، اورنج، اتصالات، ومفيش حد بعيد عن التعديلات الجديده. طبعا الخبر ده يخض اي بيت، بس المهم دلوقتي تراجع استهلاكك وتشوف ايه الباقه اللي توفر معاك في السعر وتعملها. وفي نفس الوقت اللي النت فيه غلي، جهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيعلن في بيان إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاذ الباقة. كتر خيركم الصراحة. أو بتركب المونوريل أو بتخطط لتجربته، حددت الأسعار بقت واضحة ومعلنة للكل حسب عدد المحطات. تذكرة بتبدأ من 20 جنيه لو مشوارك صغير في حدود 5 محطات بس، وبتوصل ل 40 جنيه لحد 10 محطات. أما لو هتكمل ل 15 محطة فسعر التذكرة هيكون 55 جنيه، والرحلة الطويلة اللي أكتر من كده ب 80 جنيه. دي تسعيرة المونوريل الجديدة عشان تعمل حسابك وانت رايح شغلك أو خروجتك وتعرف ميزانيتك قبل ما تتحرك من بيتكم. الخبر اللي يفرح كل بيت بقى هو ان الولادة الطبيعية الاولى بقت مجانا في كل مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية. قرار الوزير هدفه تخفيف العبء المادي عن الاسر وتشجيع الامهات على الولادة الطبيعية لانها اضمن لصحتها ولصحة الجنين. المستشفيات بقت مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات دي وبأعلى معايير الأمان وتحت إشراف أطقم طبية متخصصة. دي خطوة مهمة من الدولة عشان تدعم صحة المرأة وتشاركها فرحتها بأول مولود من غير أي هموم مادية. الزمالك النهارده سافر الجزائر عشان يلعب ماتش النهائي في الكونفدرالية اللي ميعاده السبت الجاي. الأستاذ ممدوح عباس دفع حق تذاكر عادية عشان الفرقة تعرف تسافر، عشان مفيش حق طيارة خاصة، وكمان احتمال يدفع حق طاقم تحكيم أجنبي لماتش سيراميكا الحاسم في الدوري. وانا بكلمكم كمان دلوقتي في ماتش نار بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المانيا في قبل نهائي اوروبا، هنشوف هيخلص على ايه. دي حدوته النهارده. سلام يا جامد.